السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ طيب انا مستنيكم بس تدخلوا. غالبا في مشكله في وصول اللايف للناس، فانا مستنيكم تدخلوا عشان هنتكلم على حاجه لطيفه قوي. الناس ابتدت تدخل اهو. كان في مشكله في اللايف الاولاني. تمام. اعمل شير لان اللايف ده مهم قوي وهيخليك مبسوط قوي بعربيتك القديمه ومش عايز تغيرها. هيخليك يعني بساعدكم اهو عشان الناس اللي زهقانه والناس اللي بتغير لمجرد يعني تمام. هبسطك يا معلم دلوقتي، هبسطك جامد قوي. تعالى يلا بينا. اللايف ده مهم قوي وهتتبسط قوي 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 دلوقتي، ومش هتغير عربيتك القديمه وهتسيبك بالسوق واللي بيحصل في السوق وبتاع، وهتتبسط قوي. الاختراع ده كان عندي في عربيه قبل كده، تلاقي ناس كتيره منكم عارفينه، بس انا هوريهولك دلوقتي وهوريك مميزاته ايه. الاختراع ده كان عندي في عربيه قبل كده، بس انتوا عارفين ان انا راجل طيب، يعني انا اديته هديه لان انا بعت العربيه بيه، رغم انه كان ساعتها غالي، كان اغلى من كده بكتير يعني. بس انا اديته له هديه، يعني انتوا عارفيني متسامح في البيع قوي، يعني ببيع ارخص من السوق وبدي هدايا كمان. فالاختراع ده انا جبته تاني. تمام. تعالوا اوريكم كده انت ممكن ازاي تغير شاشه عربيتك، بس بشرط ان يكون عندك اندرويد اوتو او ابل كار بلاي في العربيه، يعني يبقى موجود بيلت ان، يعني موجود نازل في شاشه العربيه. بس الاختراع ده هيغير العربيه تماما وهيديك مساحه رهيبه ممكن تستخدمها في الشاشه. تعالى اوريك دلوقتي ممكن تعمل ايه. انا لسه شاريها. مهم قوي الفيديو ده، هيخليك مبسوط وهيخليك ما تغيرش عربيتك. طيب تمام. انا اشتريت للعربيه الجهاز ده، وتعرفوا ابكوا عليه دلوقتي. انا ليه داخل الكرسي اللي جنب السواق؟ ماشي. دي عربيتي اهي واشتريت لها الجهاز ده. بص بقى يا سيدي الجهاز ده ايه. طبعا ثانيه واحده اظبط الكرسي بس. طبعا انتوا عارفين ان شاشه المرسيدس او الام بي يو اكس عموما الانفوتينمنت سيستم، يعني هو سري وكل حاجه بس ممل. انت هتاخد الامكانيات العاديه. كمان مرسيدس للاسف ما بينزلوش الوايرلس ابل كار بلاي ولا الوايرلس اندرويد اوتو، يعني بسلك لحد دلوقتي. العربيه اللي معايا دي عربيه جديده، دي عربيتي عربيه جديده المرسيدس، وللاسف ما بينزلوش تمام الوايرلس اندرويد اوتو والابل كار بلاي. فانت ازاي ممكن تظبط الشاشه وتغير خالص كل امكانيات الشاشه؟ بص بقى، انا خليت شاشه المرسيدس فيها ايه. ادي اليوتيوب، يعني لا نوطي. ادي اليوتيوب اهو. انا مشغل عليها دلوقتي يوتيوب عادي. الشاشه كلها اتحولت لاندرويد. تمام. عادي جدا. انا اهو الفيديو بتاعي. اقتصاديه في استهلاك البنزين وعربيه مدينه صغيره. شايفين العربيه الايقونيه اللي معانا دي والتراث الجميل ده والعربيه الاثريه اللطيفه دي، الميني الاوستن، العربيه اللي ليها عشاق كبار قوي، ويعني حوالين كل العالم. النسخه اللي موجوده هنا دي لها عشاقها الكبار قوي. عربيه فعلا كانت قدمت المضمون اللطيف ده والمضمون الذكي ده. تطورت ميني وفضلت ميني، هي ميني كوبر العربيه الجميله جدا. ثم خرج منها بعد كده الكلاب مان والكانتري مان، وخرج منها نسخ اكبر. هنخرج بقى دلوقتي. تظل الميني كوبر العربيه ده الفيديو بتاعه الصغيره اللطيفه دي. ادي اليوتيوب كامل اهو. مواتير كتيره قوي. نفتح فيديو تاني. السلام عليكم. وبص بقى كمان ايه. زي ما وعدتكم هنكون الكواليتي تقدر توصل لحد 1080 بكسل فول اتش دي. مهمه في الاسواق المصريه. يعني بيشغل اليوتيوب فول اتش دي. تمام. لغرض الترويج ليها، وان انا اقول لك ان سعرها دلوقتي قيمه مقابل سعر. ده يوتيوب اهو شغال على العربيه. السوق المصري للاسف سيستم اندرويد كامل. ادي اليوتيوب اهو. سلم امرك لله، والسياره سلعه مهمه. نرجع للهوم وسيب اكلك وشربك. لطيف قوي الموضوع ده. طبعا هو ظاهر في الحجم ده بس عشان الاسبكت ريشيو بتاع العربيه المرسيدس بتاع الشاشه بايخ شويه. انتوا عارفين الشاشات عرضيه، لكن هي لو شاشه عاديه هيبقى ظاهر فول سكرين. تمام. ده سيستم اندرويد كامل اهو. اوكي. ممكن تنزل كل اللي انت عاوزه، كل الابلكيشنز اللي انت عاوزها. المابس موجوده، لو انا مديله نت طبعا هيبقى لاقط والدنيا تمام. وكمان تقدر اوريكم دلوقتي. ادي البلاي ستور، تقدر تنزل اي بي تي في. تمام. اي بي تي في ممكن تشغل عليه الماتشات والافلام، وتقدر تنزل نتفليكس، يعني تقدر تحط الاكونت بتاعك. تمام. وادي نتفليكس اهي نازله. كل حاجه موجوده. ايه بقى الميزه يا معلم؟ لو كمان غير ان هو سيستم اندرويد كامل، لو انت ما عندكش وايرلس، يعني لو انت ما عندكش وايرلس ابل كار بلاي مثلا في العربيه،
تمام. بصوا هوريكم دلوقتي من غير سلوك. انا بص بقى هوريك اهو، خليك بس معايا عشان انا ماسك موبايل والتاني في ايدي. من غير سلوك تماما. بصوا انا الايفون اهو، بص ادي الايفون اهو، هوصله وايرلس دلوقتي ابل كار بلاي بالشاشه. بص 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 اهو، من غير سلوك، من غير اي حاجه خالص. بص بقى يا ريس، خلاص وصل من غير سلوك. الاندرويد اوتو والابل كار بلاي وايرلس من غير سلوك. تمام. تروح بقى اي عنوان انت عايزه، تسمع مزيكتك. يعني بص انا هكتب عنوان دلوقتي اهو، خلاص تمام. بس اهو كتبت العنوان على الموبايل وهروح عادي جدا اهو، خلاص من غير سلوك. الابل كار بلاي شغال من غير سلوك، والاندرويد اوتو برضه شغال من غير سلوك، وسيستم اندرويد كامل معاك، لطيف جدا. بص بقى الجهاز قد ايه، جهاز بالظبط اصغر من كف الايد، بيتوصل بكيبل والدنيا تمام. وصلت يا جماعه؟ مش عارف، انا شايف شويه عيال، هو لسه العيال السرزجيه دي بيعملوا ايه عندي؟ العيال اللي عندي اللي عمالين يقولوا عربيات، ما انتوا ايه مش خدتوا على عينيكم النهارده؟ البنك المركزي ولا حرك عمله ولا حصل اي حاجه؟ انتوا لسه انتوا مش كفايه عليكم يا جدعان؟ ده انتوا ما بعتوش غير 7000 عربيه الشهر اللي فات، خلاص انتهت. بعد كده انت وهو هتبيعوا كراتين بيض خلاص. انتوا لسه بتكتبوا كومنتات، انتوا ما يقستوش؟ انتوا مش عارفين تعملوا اي حاجه في حياتكم اساسا يعني. انتوا لسه العيال دي ايه اللي جابها عندي؟ هفزع بلوكات حالا دلوقتي حالا. خلاص بقى، ما هم بقوا بيبيعوا 7000 عربيه في الشهر ونصهم احلال، فقاعدين فاضيين بقى يا عيني. يا دي انت بعد كده انت وهو هتبيع فراخ، يلا انتوا لسه عايشين؟ خلاص بقى انسوا العربيات، مفيش حاجه اسمها شراء عربيات تاني خلاص. وطول ما انا عايش مفيش حاجه اسمها شراء عربيات. تمام. وصلت يا جماعه؟ الجهاز وصل. طيب الجهاز ده ممتاز، انا عن تجربه من قبل في عربيه قبل كده. ممكن كمان تشيل بقى الكيبل والجهاز ده وتحطه في اي عربيه، يعني لو عندك عربيتين في البيت، لو الكلام ده ممكن تنقله ما بين العربيات. تمام. فاتمنى يا جماعه يكون الجهاز ده ايه، قدم لكم حاجه جديده يعني. وسعره على فكره مش غالي، الجهاز ده حوالي 5000 جنيه. المهم بقى ان انا مش فاكر اسم الشركه اللي انا اشتريتها منه. يعني دي الكارثه بقى. هحاول افتكر اسم الشركه ولما اجيبها هكتب لكم في الكومنتات يعني. فانا هشوف كده. ماشي. انا مش فاكر والله اسم الشركه للاسف يعني. هم ناس محترمين وجابوه لي وهو معاه ضمان سنه وبتاع، بس للاسف انا مش فاكر اسمهم ومحرج جدا يعني. فهدور كده واحاول اكتب لكم بيتباع فين. شكرا، وكان معكم محمود خيري. السلام عليكم.